ند شعب أبي ناضل من أجل استكمال وحدته الترابية. وكانت الانطلاقة بخطاب تاريخي لمبدع المسيرة الخضراء عشية المسيرة. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. انطلقت جماهير المتطوعين من كل فئات وشرائح المجتمع المغربي ومن سائر ربوع الوطن، 350 ألف مغربي ومغربية بنظام وانتظام توجهوا صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها من براثن الاحتلال الإسباني، وبأسلوب حضاري سلمي فريد من نوعه استرجع الحق